انا بصي متفق ومختلف. انا مش همنع كل ده عن الشباب، ومعلش احنا لو متمنعنا عنه في فتره معينه لا شفناه بعد كده. انت مع الانفتاح ده ولا ضده؟ هو موجود يا محمد خلاص، بس انا اللي جايه النهارده فيه. طيب هم راحوا وشافوا وعي بقى، انا لازم كل فتره يبقى ليا قعده حلوه كده مع اولادي، اسمع، اشتري، اختار موضوع معين او مشكله معينه في الفتره بتاعتهم دي واقولها زي ما انت كده كتبت الكتب، اكتب واشوف عندهم ايه. طيب ما اديش، اشوف عندهم ايه الاول. استنى واحده بس. يبقى هو كده قلنا دي ما ينفعش تتقال عشان البيئه غير البيئه خلاص عشان ما نعيدش. انزل بقى عشان ابدا اعالج بقى فكره هو كده دي والتفاصيل. ابدا اتناقش بقى معاه باللسان بقى بالظبط. لا يعني عمر يعني نفس زي يعني نفس العمر. لا نبطل بقى الاحكام، وزي ما انا كنت بتكلم دلوقتي واقول لك ايه ازاي الاقي بلاء. انا فعلا انا كواحده قلت ازاي ده بحكم ان انا تربيتي لازم يحصل عندي قبول بقى. انا بعد ما استقبل لازم اقبل ان ده بقى الواقع، يعني اسمع من الصدمات ما تصدقش. يعني ما تجيش بقى وتقول ايه احنا لا لازم يتربوا زي لا خلاص بقى نعدي بقى دي، نعدي هو كده نعدي هو كده دي وابدا بقى ايه اقبل ان ده بقى الواقع، وان اولادنا بقوا بيشوفوا حاجات ويسمعوا حاجات ويندرج قدامهم حاجات رهيبه وخطيره اذا انا ما اديتوش الوعي الكافي انه يتعامل معاها. ولازم اعمل نفسي متجاهله، ولو سمعته بيقول الفاظ من بينها لان ده غير مقبول، بس انا هتجاهل. يعني برضو حته ان انا اتجاهل بس مع حته الحفاظ ان دي حدود. برضو من الحاجات اللي بتتقال في التربيه الايجابيه ان انا بسيبه، لا ما انا بسيبه يناقشني مش يعلي صوته عليا ويتجاوز حدوده. حته الحدود مع الاب والام النهارده بقيت باجي اشوف حالات بتزعق في والدها وتحاسبه، وانت ازاي تعمل كده، وانت بابا مش كويس، وبابا ويا ماما لا اتطلقي من ايه يا حبيبتي انت داخله تدمري الاسره. الحريه المقننه. التربيه الايجابيه ما بقتش تربيه ايجابيه. ما ده اللي انا بقوله لك. هي التربيه الايجابيه ان انا اخليه يتدخل في الشؤون او في الحدود بتاعته معايا. بابا وماما قصتهم وحياتهم ورحلتهم لا تخصكم في شيء، لا تخصهم في شيء. دي رحلتي انا وبابا، ننفصل، نتطلق، نتجوز، نسافر، نهاجر، ده امر بيرجع لنا. انتوا فيما يخصكم مننا التربيه والامان وتلبيه احتياجاتكم ونديكوا المشاعر والاحتواء. لكن ما تجيش النهارده انت كابني تحاسبني او تتجاوز حدودك معايا او يبقى فيه اسلوب غير لائق. يعني انا بيجي تقولي ايه ما انا لازم اسمعه بقى، اصل قلت لها لا دي مش تربيه، دي اسمها عدم تربيه. مش عايزه اقول حاجه تانية، لا في حدود للنقاش. عايز تتناقش واسمعك وقول رايك فيا وعبر عن نفسك، بس في حدود الاحترام والادب. صح. لازم اعلمه ده عشان لما يروح يشتغل مع مدير يعرف برضو ان انا ممكن اقول لمديري او اعترض بس باسلوب الاحترام والحدود، لان انا لو ما علمتوش ده معايا هيفشل في حياته. برضو هرجع تاني لحته يعني والله اللفظ هو كده ده عجبني يعني قوي، لان هو بيرجع برضو ما هو كده لما كان الزوج والزوجه بيتعاملوا مع بعض بنديه قدام الاطفال وشربوا ده فحصل. يعني هي علاقه شويه متشعبه ومتكامله. يعني انا ما اجيش انا كولي امر اقعد اصدر الاحكام على اولادي. احيانا انا بعمل الكلام ده، يعني فقد الشيء لا يعطيه. طيب اديني اكسبريشن تاني غير هو كده دي عشان ننقل على حاجه تانية. الاحكام انا هتكلم معاك في حته الاحكام دي. الاحكام ان انا بعمل ايه يعني مش فاهم. الاحكام احنا طول الوقت بنقول لاولادنا خليك في نفسك، خليك في حالك. ده اكسبريشن خليك في حالك. طيب مش لما ابقى انا في حالي انا طول النهار عمال اصدر شفتي طنط فلان قدام بنتي بننسى ان اولادنا ولا شفتي جدتك قالت ايه عليا، شفتي بقى بصي غمزت لي ولمزت لي. فانا بقول لها خليكي في حالك بس انا مش في حالي. صح. فانا النهارده طول الوقت انا بقول لابني اما يجي يحكي لي حاجه عن حد
خليك في نفسك. امم واقول له ماما بتعمل ايه بقى، يعني بقى بقول له خليك في نفسك، انا بعمل ايه؟ عمرك شفتي؟ لا يا ماما، بس لازم اكون اللي بقول له يعمله اكون انا بعمله. ايوه، ما ينفعش اقول لك خليك في حالك بس انا في حال المجتمع كله. طب ما هو بيقلدك. انت بتتكلمي على فلانه، بنتك هتلاقيها بتروح تتكلم على فلان، على صاحبتها. خلي بالك انا شفت المثال ده قدامي، يعني هي الام بتتكلم على اصحابها، فراحت البنت برضو بتتكلم على اصحابها اللي من سنها. هي ام بتتكلم على صاحبتها ال 35 سنه، فلقيت البنت قدامي والله العظيم يا محمد بنفس اللغه وبنفس الاسلوب، وانتي على طول كده كئيبه، وانتي على طول على صاحبتها. فهم نتاج افكاركم وتربيتكم وصوره منكم، فكون الصوره اللي مش بقول لك مثاليه ولا كامله، قدر الامكان الصوره الحسنه، او على الاقل خليك واعي وافصل نفسك عنه، مالكش دعوه بيا. يعني انا اوقات في اكل او في شرب، ويمكن ده انا الحمد لله قدرت انجح فيه، لان انا نص الاكل ما باكلوش وبقلد ماما، عشان نكون في الواقع برضو بقى نجيب بقى من حته زباله. ماما ما بتحبش كذا فانا ما بحبش كذا. جيت مع ابني، انت بتحب ايه؟ طب انت يا ماما بتحبي ايه؟ طب انا مالكش دعوه انا بحب ايه، مالكش دعوه. فيبدا انت بقى دوق، عجبتك طيب تمام، انا ما باكلهاش. هو الاطفال بناء لمؤسسه ليها خير قدام او ليها شر قدام، على حسب ما انت ما تنتج او تبدا تاسس المؤسسه بقاع اداري مظبوط. انا بشوف هنا في نوع من انواع الازدواجيه في المعايير مع الشخصيات اللي بتتعامل في التربيه وبشكل عام، او حتى لما نحب نربي المجتمع. يعني انا لسه كنت بتعامل برضو بتناقش مع حد، بقول له اللغه الانجليزيه يعني احنا مشاكلنا هنا فيها في مصر مش تعليمها قد من نقدنا فيها. احنا بننقدها، بنتفلسف عليها، ما حد ينطق قدامنا غلط يبدا يحرجنا، فطبيعي الانسان لما بيتحرج بالموقف ما بيحبش يكرره. انما لما بنتعامل مع اجانب اللي هم اهل اللغه، وانت بتقعد تهجص وتقول اي حاجه عشان توصل للي انت عايزه، بيشبك لك ويساعدك ويحاول يوصل لانه عايز يتواصل. فاحنا بننسى خالص ان اللغه هي فكره التواصل ما بيننا وما بين الناس. فالتربيه ليها لغه، يعني ليها لغه ومحتاجه شابوه للمثال والله يا محمد، شابوه فعلا. انت جسدت اللي انا عايزه اقوله في مثال هايل. لغه التواصل. انا مش عارف اعمل في نفسي ايه. محمد والله ساعات، يعني انا ساعات دايما اقول لهم ايه، انا مش بعرف اعبر قوي او اقول لكم اللي انا عايزه اوصله، بس ساعات لما بسمع ناس هو ده اللي انا عايزه اقوله. لغه التواصل لازم نتعلم اللغه. هتتعلم اللغه من ان انت تذاكر، تدور، تفحص، تمحص، تسال، تعمل، تسوي عشان تكون الامور افضل. انا بيعجبني جدا اولياء الامور المايندد اللي هم فاهمين الحياه بجد عايزه ايه. يعني انا كنت بعمل بودكاست قبل كده، فبتناقشت في حته اكذوبه الثانويه العامه ومشاكلها وتدميرها لينا ووجهات النظر اللي في الاخر احنا اقتنعنا الان ان ممكن بروجرامز اللي انا بعمله ده في شغلي واوضتي المتواضعه ديت يبقى على اليوتيوب بالملايين. مش دكتور بقى ولا مهندس ولا اي حاجه خالص. فهي دي الفكره. فهتعالي بقى عشان احنا قلنا مثال البناء. فانا بنيت اهو، النتيجه ان انا عاوز اخرج انسان مسؤول، صح؟ السؤال بقى ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا بشتغل في بيزنس، النتيجه ايه؟ يعني مثلا نعمل بروجرام، النتيجه فيوهات، الناس تشوفنا وتتعلم مننا ونكسب من ده، ما فيش عيب، مش عيب يعني العمليه حلو. انا هبني ابني او بنتي عشان يكون مسؤول. اديني بقى ايه 3 نقاط كده ممكن حد يسمعنا يستفيد. 3 مش كتير يعني. هديك 3 واولهم واهمهم الاصل. انا لسه واخده كورس اسمه الاصل، ومن الناس عماله تسالني هو ايه كورس الاصل وايه وانت ليه مهتميه قوي الاصل ان نكون اصيل. لا مش اصيل. اصلك. انا بجد، مش الصوره الفيك اللي بره. اكون انا بجد، اكون انا اللي جوه واللي بره واحد. مفيش ازدواجيه. فاكون ان انا اربيه دايما ان هو يكون اساسه اللي جوه زي اللي بره. والمجاملات والفيك اللي احنا دايما بنحط فيها دي ما ندركش تحتها كتير. وكل فتره ارجع اشوف اصلي، ارجع اشوف ايه مش بتاعي، ارجع اشوف انا اخدت ايه من بره، افلتر.
فلتر كل اللي بتشربه من بره. خد اللي انت عايزه ولقيته شبهك ومنك وانت خلاص شايف نفسك فيه، واللي مش بتاعك سيبه يمشي. ففكرة الفلترة والأصل وإن أنا طول الوقت براجع نفسي دي أهم حاجة، سواء للكبير أو للصغير. الجزء التاني إن أنا أبدأ أسمع خبراته، ما أعملهمش دايما يا محمد إن هما أنت عمرك هتبقى زي الجمل دي مضبطة تماما. لا، ده هو ممكن يبقى أحسن منك والله. طب أنا هحكي لك بقى امبارح أنا وقفت سقفت لطفل 9 سنوات والله. قمت كده في الجلسه سقفت له وبجد فعلا هو نفسه انبهر. قال لي، قلت له انت طفل عندك اللي مش عند 20 سنه و30 سنه. انت قلت جملتين ما يطلعوش من طفل 9 سنين، بس اكيد طلعوا من خبره او من تجربه معينه هو اتحط فيها. وحقيقي ده مش حاجه تقلل منك ولا تهينك، ده حاجه تخليني انا اقف قدامك احترمك واتعلم منك. انت اتعلم، انت طفل 9 سنين بس ممكن تعلم 21 سنه. فبلاش نقيسها بالاعمار ولا نقيسها بان انا اكبر منك فانا افهم اكتر منك. لا، انت ممكن تتعلم من ابنك عادي جدا، وتتعلم من طفل 9 سنين و7 سنين عادي. ما توقفوش محدوديه العلم، ما تحددوش عند حد معين. يعني مش هتعلم من الحد الكبير ده ممكن يكون عنده خبرات حياتيه خاطئه. فما تخلوش دايما مثلا زي مثلا نيجي الشيخ والقامات ليها احترامها وكل حاجه، ولكن اراجع. احنا عندنا في دلوقتي مدارس كتير، خلي بالك من كلامي. فمش كل اللي تسمعه امين، حتى لو كان قامه وكبير. اسمع وافهم واشوف انا فعلا المدرسه دي تمام مناسبه لي. تقصدي المدارس مدرسه التربيه؟ عشان بس يعني هياخدونا في حته تانية. لا انا بتكلم على القامات عموما، ما اعصبش حاجه معينه، بس بتكلم على فكره القامات. ان احنا في مدارس كتير او يعني التربيه الدينيه، مدارس التربيه الدينيه يعني مذاهب التربيه نفسها. ايوه بالظبط. انا فعليا شايفه ان لا، يعني اسمع وتعلم وما تزرعش في ابنك ان دايما الكبير معلوماته ولا الضليل امين. لا، الكبير ممكن يخطئ والصغير ممكن يخطئ، كلنا معرضين للاخطاء. 3 بقى. طب ممكن اضيف حاجه في الثانيه دي، انك تكون مرن. فليكسبل مثلا. يعني انت يكون عندك اصل ومرن، ثم بقى ثم ان انا ابدا ارجع اجواء زمان. حقيقي الموبايل بقى لعنه، مسقط كلنا والله، كلنا ده ادمان، وللاسف كلنا وقعنا فيه ولعبه وفخ. ولكن لازم اجي في وقت اشيل ده في باسكت كده. اعملوا باسكت عندكم 2 ساعة زمن في اليوم والله، حطوا الموبايلات فيهم، اقفلوها، اسمعوا بعض بقى، اعملوا اجواء. احنا كنا زمان بنتجمع، جو الاسري راح، ما في كل واحد بيخش ياكل في الوقت اللي يجي فيه. احنا الغدا ده كان وجبه الغدا لازم كلنا نتجمع على الترابيزه. الروحانيات والحياه واجواء زمان احنا بقينا بنشتاق لها، بنستنى رمضان عشان نتجمع على سفره واحده، لان ده خلاص كلنا صايمين فهناكل. لكن في الايام العاديه كل واحد يخش ياكل لوحده، بقينا منعزلين في بيت واحد. احنا محتاجين نرجع مترابطين في بيت واحد، ونعزلوا بره بقى براحتكم، وروحوا كل واحد يشوف حياته بره. لكن جوه البيت احنا بقينا في عزله. انا والله سعيد جدا بالنقاش، وهو موضوع مهم جدا، واكيد هنقعد فيه جلسات تانية، بس مش عايزين نطول على الناس يعني. فيعني خلي الانسان عنده اصل، يكون مرن في حياته، يبقى عنده الايقاع الروحاني اللي المفروض يلم الاسره بيه، حتى لو كانت بعاده يعني معينه، وليكن مثلا تجمع على صلاه العشاء مثلا، المناقشه نص ساعه، تجمع على احنا نتفرج مع بعض على فيلم اجنبي بتاع. انا ساعات بعمل كده مع اولادي يعني. فشكرا ليكي ونورتيني ونورتي مش مشهور. ميرسي يا محمد. وانا طبعا طول الوقت زي ما بقول لكم
امركم، تحت امركم في اي استشاره، معاكم لو هقدر اساعد، ولو مش هقدر اساعد هوجهكم اللي يقدر يساعدكم. احنا بنكمل بعض، وكل هدفنا ان احنا نوصل بيكم لبر امان، او ان انتوا توصلوا لحياه هادئه وسكينه وسلام. وربنا يبارك فيك يا رب، ويجعلك يعني حد كده تساعد الناس على طول يعني. انا وانت يا رب، وميرسي جدا على استضافتك، وميرسي ان في ناس بتسعى تساعد. شكرا. باي باي.